هذا لاعب شطرنج إيراني الأصل اسمه علي رضا فيروزة، لاعب متفوق جدا ويعتبر من العشرة الأوائل على العالم. ففي إحدى البطولات كان خصمه اللي المفروض يلعب ضده هو من الكيان، فمن عرفة الإدارة والاتحاد قالوا له لازم ننسحب ما نلعب ضده احنا، لأنه احنا ما نعترف بيهم. فمن عرف علي فيروزة هذا الشيء قال لهم شنو انسحب؟ هاي رياضة وهاي سياسة، لا تدخلون السياسة بالرياضة، ما لي علاقة أنا. وتعبيرا عن احتجاجه واعتراضه والقرار التعسفي اللي اتخذوه بحقه، قرر أن يغادر البلد، فراح لفرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية وقام يلعب باسم فرنسا. ومثل ما تعرفون إنه الدنيا فرارة وماكو شي يظل على حاله، فراحت أيام وإجت أيام وصارت الحرب الروسية الأوكرانية. وهنا ومثل ما تعرفون ولا يخفى على الجميع، فقد قرر الأوروبيين معاقبة روسيا. وراحت أيام وإجت أيام ودارت الدنيا، وإذا بي علي فيروزة في يوم من الأيام يجي لإحدى البطولات ويلقى الخصم مالته روسي، فالاتحاد الفرنسي قال له لازم تنسحب لأنه إحنا مزعلين روسيا وما نحكي وياها. فقال لهم شلون؟ قالوا له إيه مثل ما سمعت لازم تنسحب وسلامتكم.